ازاي زيزي البدراوي نجت من ازمتها الخطيره مع عبد الحليم حافظ؟ اتولدت فدوى جميل عبد الله البيطار في 9 يونيو عام 1944. عاشت زيزي في أسرة متوسطة الحال، مرت بظروف صعبة جدا بسبب تدهور الأوضاع المالية لعيلتها، لدرجة إنها منعتها من إن هي تكمل تعليمها، لأن والدها تعرض لأزمة صحية ومبقاش قادر على الشغل، واضطرت مامتها إن هي تشتغل في تصنيع وتفصيل منتجات يدوية في البيت. وكانت زيزي واختها بيساعدوا مامتهم في تصنيع الحاجات دي وبيعها، وده الجانب شغل اختها بياعة في محل. ومش كده وبس، ده وصل الامر ان مامتهم كانت بتروح تساعد خالتهم في البيت، وفي المقابل كانت بتديها فلوس كل اسبوع. زيزي البدراوي حست انها انسانة مسؤولة وهي لسه طفلة ما كملتش 14 سنة، اتحملت مصاعب الحياة بجانب والدتها اللي كانت بالنسبة لها الشخص الداعم ليها، مش بس في حياتها كأم، لا دي كانت هي الداعم ليها في بداية رحلتها الى عالم الفن. زيزي البدراوي بدأت مشوارها الفني عن طريق مكاتب الريجيسير اللي كانت بتاخدها والدتها وتلف بيها على المكاتب، وبدأت تظهر في الأفلام ككومبارس، وكان أول ظهور ليها في فيلم 4 بنات وظابط. وفي يوم راحت زيزي عشان تعمل اختبارات التمثيل لدور طفلة بنت عماد حمدي في فيلم حياة أو موت، وكانت آسيا المنتجة هي اللي بتعمل الاختبارات بنفسها. ولما شافت زيزي قالت لها انت متنفعيش تمثلي، وروحت زيزي البيت وانهارت من العياط. بس برغم صغر سنها كان عندها إرادة وإصرار على الوصول بشكل كبير جدا، وبسبب إصرارها ده خلاها ما تيأس من الكلام اللي اتقال لها، وحاولت مرة واثنين وثلاثة. بس دي ما كانتش الصدمة الأولى والأخيرة اللي صدمتها زيزي. ولما جم يعملوا فيلم رد قلبي عملوا اختبارات عشان يختاروا بنت تعمل دور الأميرة إنجي وهي صغيرة، وراحت زيزي عشان تعمل الاختبارات دي، وللأسف يرفضوها للمرة التانية، وتفوز بالدور برضو ضحى أمير اللي عملت دور بنت عماد حمدي في فيلم حياة أو موت. بس إصرار زيزي إنها تكون ممثلة ما كانش طبيعي، وقدمت تاني وتم اختيارها لأداء دور في فيلم بيت الله الحرام، وكان دورها ساعتها بسيط جدا، هتقول بس كلمة واحدة وهي كلمة أمي. المهم إن زيزي لما جت تمثل ارتبكت جدا وخافت وما بقتش عارفة تقول إيه، والمخرج لما شاف كده راح مصرخ وقال طلعوها بره. وهي من صدمتها كانت والدتها واقفة بتنتظرها أثناء التصوير، راحت نادها على مامتها وبتستنجد بيها وراحت قايلة أمي بنفس الطريقة اللي كان المخرج عايزها تقولها بالظبط. راح المخرج لاقط المشهد بسرعة وقال ستوب، وقال المخرج انه اضطر يعمل كده عشان تتخلص من الخوف اللي عندها. المهم ان زيزي فضلت مصرة ان هي هتكون نجمة الناس تشاور عليها، واكتشفها بعد كده المخرج عز الدين ذو الفقار واداها دور صغير في فيلم بورسعيد. لكن اكتشاف زيزي البدراوي الحقيقي كان على ايد المخرج حسن الامام، مكتشف اغلب نجوم جيلها. بس حسن الامام ما اكتشفهاش بس، ده هو اللي سماها كمان، اطلق عليها اسم زيزي على اسم بنته. وبصراحة الاسم ده كان وشه حلو عليها، لان زيزي من بعدها وبقت تمضي عقود الافلام، شاركت في اعمال سينمائية كتيرة زي كلهم اولادي واحنا التلامذة والسبع بنات. بس فيلم احنا التلامذة بالذات كان بداية انطلاقة حقيقية لزيزي البدراوي، لان عبد الحليم حافظ لما شافها في الفيلم ده وشاف نجاحها السينمائي قال انا عايزها بطلة فيلم الجديد. وكانت طالعة زيزي البدراوي في دور البنت اللي بيحبها عبد الحليم حافظ، لكن هي مش بتحبه. ولما اتعمل الفيلم واتعرض طبعا كل جمهور عبد الحليم حافظ كره البنت دي خالص، ازاي ترفض حب العندليب. وقتها النقاد شافوا ان الدور ده هيقضي على مستقبل زيزي البدراوي الفني، لدرجة انهم شافوا انه لعنة وحلت عليها. وفعلا المنتجين وقتها كانوا قلقانين ان هم يمضوا اي عقود مع زيزي البدراوي. وفضلت زيزي مصرة على استكمال مشوارها الفني رغم الأزمة النفسية اللي تعرضت ليها بعد هجوم حاد من الجماهير بسبب الدور ده. ومن أصعب المواقف اللي مرت بيها زيزي البدراوي أثناء مشوارها الفني هي وقوفها على خشبة المسرح لأول مرة قدام حمدي غيث ولبنى عبد العزيز، وتعرضت فيها لموقف كارثي كان هيقضي على عينيها بعد ما زقها حمدي غيث أثناء التصوير أحد المشاهد، واتخبطت زيزي في ترابيزة كانت موجودة جنبها، واتجرحت جرح عميق جدا جنب عينيها، وبدأ وشها ينزف دم. واستمرت زيزي في استكمال المشهد رغم الجرح اللي تعرضت ليه، لدرجة انهم افتكروا ان الدم ده مكياج. وبعد انتهاء المشهد واغلاق الستارة الكل جري على زيزي ونقلوها لغرفة الملابس عشان يودوها المستشفى، لكن زيزي رفضت واصرت ان هي تكمل الرواية للنهاية. واضطرت زيزي ان هي تطلع على خشبة المسرح وهي لازقة لزق طبي على وشها، وفعلا امام اصرارها اضطروا كلهم ان هم يخضعوا لرغبتها. ومع انتهاء اخر مشهد بتقع زيزي على خشبة المسرح من قوة الاصابة وينقلوها للمستشفى فورا عشان يخيطوا لها الجرح.
ب6 غرز في وشها. أما بقى عن أكتر لحظات النجاح اللي حست بيها زيزي البدراوي في حياتها، هو دورها في فيلم عريس لأختي مع عمر الحريري وكمال الشناوي، واللي قدمت فيه دور البنت القبيحة اللي محدش عايز يتجوزها، وهي مش عارفة تظهر جمالها الحقيقي بسبب عدم وعيها. تؤدي زيزي البدراوي واحد من أفضل أدوار حياتها، وتحصد بسببه جايزتين وإشادة الكتاب الصحفيين، على رأسهم إحسان عبد القدوس، واللي اتصل بيها عشان يهنيها على نجاحها، لكن هي طلبت منه إن يكتب لها ده في مقال زي ما كان بيهاجمها على صفحات الجرايد. أما بقى الجانب العاطفي في حياة زيزي البدراوي كان مليان بالعقبات. العقبة الأولى لما حبت زيزي ابن الجيران عبد الجليل لمدة 6 شهور من غير ما يتقابلوا، عن طريق النظرات المتبادلة من الشباك بمنزلها بحي العجوزة. واستمرت بعد كده قصة حبهم فترة كبيرة، دخل خلالها عبد الجليل كلية الشرطة لكنه فشل وما كملش، ودخل بعدها كلية الحقوق. ولما فكر عبد الجليل يتقدم لزيزي، أهله رفضوها عشان ممثلة، وحست زيزي إن عبد الجليل اتخلى عنها، خاصة بعد أزمة وفاة أبوها وما لقيتش عبد الجليل جنبها. وبعد ما فاقت زيزي من صدمتها من عبد الجليل، اتعرفت على المخرج عادل صادق. وقف عادل جنب زيزي في العديد من المواقف، وحست معاه بحنان أبوها، وبالرغم إنه كان متجوز من واحدة أجنبية، وافقت زيزي إنها تتجوزه بعد ما طلب إيديها أثناء تصوير فيلم حب في القاهرة. ورغم حالة الحب اللي كانت بينهم، إلا إن جوازهم ما استمرش غير سنة واحدة بس، وانفصلوا عن بعض. وفي بداية السبعينات اتعرفت زيزي على المحامي توفيق عبد الجليل، ونشأت علاقة حب قوية جدا، واتجوزوا، واستمر جوازهم 17 سنة. لكن حصل الطلاق برضه رغم طول فترة جوازهم، وترجع تاني زيزي للمخرج عادل صادق ويتجوزوا بعد السنين دي كلها. لكن برضه الجوازة ما استمرتش غير 5 شهور، وده بسبب اختلاف طباعهم، واللي كان بينتهي بعدم التفاهم ويتم الطلاق، اللي تعلن بعدها زيزي البدراوي اعتزالها الزواج مرة أخرى. زيزي ربنا ما كتبلهاش الإنجاب من زيجاتها الاتنين. ومن العادات السيئة اللي ما قدرتش تتخلص منها زيزي هي شربها السجاير وبشراها، لدرجة إنها كانت بتوصل معاها إن هي ممكن تشرب 100 سيجارة في اليوم، وكانت النتيجة إن هي اتصابت بسرطان الرئة عشان ينتهي مشوارها الفني بعد رحلة صراع مع المرض في يناير 2014. زيزي البدراوي واحدة من النجمات اللي اتشهرت برئتها وجمالها الهادي، ورغم وجودها بين صفوف نجمات تمتعنا بالجمال الأوروبي زي مريم فخر الدين ونادية لطفي وليلى فوزي، قدرت إنها تحصل على مساحة ومكانة فنية ليها بين هؤلاء النجمات، وتترك بصمة فنية لا تنسى.